أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الاجتماع للدعاء بعد ختم القرآن بأن يدعو شخص ويؤمن الآخرون؟ ختم القرآن ويعنى به الفراغ من قراءة القرآن كاملا له حالان. الحالة الأولى أن يكون في غير الصلاة، أن يكون في غير الصلاة. وهنا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة القرآن جمع أهله ومواليه فدعا وأمنوا. فلو فعل شخص ذلك اقتداء بأنس رضي الله عنه فنعم المقتدى به. والحالة الثانية أن يكون في الصلاة، أن يكون في الصلاة. وهنا اختلف علماؤنا، فمنهم من يقول إن دعاء الختم لا بأس به لأنه في نافلة، وقد ثبت الدعاء عقب الختم خارج الصلاة، فكذلك في داخل الصلاة. وصلاة النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. فكما أنه يشرع القنوت في الوتر وهو دعاء وهو نافلة، فكذلك ما دام أنه قد ثبت جنس الدعاء بعد الفراغ من قراءة القرآن عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من جعله في الصلاة. ومن أهل العلم من يقول إن هذا ليس بمشروع لأنه لم يرد، وليس ما يثبت خارج الصلاة يكون ثابتا داخل الصلاة. وهذا أقرب في ظني والله أعلم مع ضعفي. أرى أن الأقرب أنه لا يجعل في الصلاة، وإنما ينبغي أن يجعل إما أن يجعل في الوتر وإما أن يجعل بعد الصلاة، وهذا أرفق بالناس في ظني والله أعلم. فإن الإمام إذا دعا ختم القرآن في الصلاة يطيل في الغالب ويشق على الناس، وكم رأينا من أناس يجلسون من التعب أثناء الدعاء. فلو أنه جعل الدعاء خارج الصلاة بحيث إذا سلم الإمام دعا وأمن الناس لكان ذلك أوفق وأولى. لكني أقول إنا لا نقول إن من دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة يكون مبتدعا، ولا نرى أنه بدعة. أنا لا أفعله ولا أنهى عن فعله، ولا أرى أن فعله بدعة، وقد قاله جبال من السنة من أهل السنة، جبال من أهل السنة، فهو يعزى للإمام أحمد، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان يفتي فيه جبال من جبال السنة المعروفين بشدة التمسك بالسنة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء. ويفتي به أيضا جبال من جبال أهل السنة من علمائنا الأحياء بارك الله لنا فيهم. فمن فعله مقتديا بهؤلاء مقلدا لهم فلا أرى عليه حرجا، وإن كان الذي أراه ما قررته والله أعلم.